السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ربنا يبارك لنا في الفيديو. وازيكم يا أصيع وأجمد وأحلى وأركز الناس في العالم. الفيديو بتاع النهاردة أنا هقولك على 5 حاجات عشان برضو نكمل السلسلة بتاعت ال5. 5 حاجات هنعتبرهم مهارة، اللي انت لما بتمارسهم يبقى معناها ان هي ممكن حاجة تكتسب، حاجة تتعلمها، تبقى حاجة في حياتك ان شاء الله هتخليك تعيش اطول، وتخلي جسمك يعيش اطول، وتخلي وظائف جسمك تعيش اطول بمشيئة الله طبعا، عشان نقدم المشيئة. عشان كده ممكن ربنا قالها صريحة، قالها للرسول عليه السلام إن انك ميت وانهم ميتون، اللي هو انت فاهم، مش عايزين حوارات كتيرة في ان انت مش احنا عايشين للابد. انا برضو بقول لك الحتة دي عشان الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة حاجات ممتازة، وهتخليك ان شاء الله لما تعملها تحس بفرق رهيب في حياتك. بس لما تتوكل على ربنا 100%، ترمي توكلك عليه كله، اللي هو خد يا رب اهو انا ماشي، بس خد اللي هو ايه، قلقي، توتري، خوفي من المستقبل. اول ما بتبتدي تفتكر ان انت اللي هتبقى باللي انت بتعمله هتوصل لحاجة، لا هو مش باللي انت بتعمله. انت ممكن مش بيجي لك اوقات تفضل تطحن نفسك في حاجة وما تجيبش مجموعة في ثانوية عامة ازاي وتقعد تنهار. هل ده يعني ما كانش مكتوب عليك ان انت هيحصل؟ لا هيحصل، بس انت امتحنت نفسك وعرفت نفسك في الطريق. لكن ربنا قال لك توكل عليا، مالكش دعوة قدام، كده اللي مكتوب لك احسن حاجة. ما تشغلش بالك بالكلام الفاضي وان انا مجهودي هو اللي عمل والكلام ده كله، لانه الموضوع مش في ايدك. كل ما تسلم هترتاح، كل ما تفتكر ان انت لا الدنيا اكبر منك بكتير، فتخلي بقى الكبير بقى اللي اكبر منك يشيل عنك كل حاجة. نبدأ بأول مهارة. أول حاجة قلتها في فيديوهات قبل كده كتير، أول حاجة في مهارة كده اسمها إن أنت تعرف تفصل. بقى عندك هنا زحمة ذهنية، كلاتر، كأنك جبت، عارف لما تخش الأوضة عندك وتلاقي الهدوم اللي هي على الأرض والشراب في حتة، وتلاقي الشراب مقلوع ومش نظيف ومش مغسول ومحطوط، مش محطوط في ثبت الزبالة الغسيل، والسرير بتاعك مش متروق، الكلام ده كله دي زحمة ذهنية، مدووش ومش عارف يفكر ومش شايف اللي هي بيقول عليها كلاريتي، وضوح، ان في زحمة في دماغه. لو في دوشة هنا، كل اللي تحت ده كل ده بيتضرب خلاص، بتحس على طول انت تعبان ومنهك والكلام ده كله. ومن اللي بيزود الحاجات اللي فيها زحمة الموبايل، تيك توك، الفرجة على الحاجات، لان هي بتخليك تفكر كتير، او مخك بيفضل شغال قاعد بيبروسس حاجات، فيبقى على طول كأنه محطوط في الكوبس 24 ساعة. ازاي ممكن نتخلص من ده؟ مبدئيا انا بقولك اللي انا بعمله. اول حاجة، المكان اللي انت بتقعد فيه، سواء بتذاكر، سواء قبل ما تنام، سواء لما تصحى الصبح، في شغلك، حاول تخلي حواليك في دنيا متروقة. مثلا مبخرة صغيرة بتحط فيها شوية بخور صغيرين كده يعملوك ريحة حلوة، تطلع هنا تلاقيها تحس هدوء. حاول الصبح زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، اول ما تصحى تاخد 5 دقايق كده، 10 دقايق صمت، متفكرش في حاجة. كل ما مخك تغمض عينيك، بجد مش ببالغ، وانا بقولك اللي انا بعمله، تغمض عينيك ان شاء الله. كل ما تحس ان الدنيا اتزحمت في اليوم، ان شاء الله في الحمام، تخش الحمام لو انت ما بتعرفش تقعد في حته هاديه، خش الحمام، اقفل الباب، اظبط على موبايلك الارم 5 دقايق عشان الناس ما تقلقش عليك بره. 5 دقايق تغمض عينيك وتسكت خالص، كل ما مخك يحاول يروح. طب خلي بالك الشغل هيكلمك مش عارف ايه، طب المسج اللي انت قول له ركز في نفسك، واقعد 5 دقايق 10 دقايق في صمت تام، من غير موبايلك، من غير اي حاجه. اعمله ايربلين مود 5-10 دقايق. حاول تعملهم قبل ما تنام، اول ما تصحى، في وسط اليوم لو الدنيا اتزحمت وعايز تريلاكس شويه. والصلاه، هو المفروض ده دور الصلاه، انت بتفصل وبتركز بينك وبين الخالق، وبعد كده بقى ارجع للاكشن بتاعك في اليوم عادي. تاني مهاره، ودي مهاره ان انت يكون عندك فضول. اي حاجه بتطلع في طريقك، مش اول ما حاجه بتتقالك تقول ايه ده يا عم، ده زي اللي انا معرفته. دايما خلي عندك قبل ما تتكلم تفكر، تسأل هو ده عبارة عن ايه، انت اشمعنى اخترت ده، هو ده احسن في ايه، لو اخترنا ده او ده تفتكر انهي اللي يكسب. يعني ما تبقاش دايما انت عايز تقول المعلومة، مش شرط. لو حاجة ظهرت قدامك ايا كانت ايه، اديها فرصة، اسمعها. اعمل كده مع اشخاص، اعمل كده مع حاجات بتتفرج عليها. موضوع شدك اتفرج عليه، مش شرط تكون ان انت عايز توصل منه، مش كل حاجة لازم تترجم بفايدة، لا الفايدة في المعرفة. خلي مخك، لان ده بيفرق قوي في مخك. كل ما تقرا او تتعلم حاجة جديدة، في لمض، كأنك اعتبر في ليدات جوه دماغك بتنور كل ما تعرف حاجة جديدة. مفيش اي حاجة بتكسبها او بتكتسبها، معلومة، مهارة، كل الكلام ده ما بيضيعش، بيتحط في مخك. اولا كده بيفرفش مخك في ساعتها، في وقتها. وبعد كده ممكن تلاقي المهارة دي انت بعد ما تشتغل حاجة او كده، الطريقة اللي اتعلمت بيها المهارة او المعلومة دي ممكن تتطبق، بس الحاجة اللي انت بتعملها مختلفة، الشغلانة اللي انت بتعملها مختلفة،
بس البروسيس او العمليه اللي انت كنت بتعلمتها في مهاره معينه او عرفت عنها هتلاقيها بتطبق في حاجه تانية. دايما خلي عندك فضول، ما تعتبرش نفسك جبت التايهه وعارف كل حاجه، الموضوع ده مشكله كبيره. النضاره دي من مثلا 2016 2015 2014 حاجه كده، واصيع فورمه طبعا بقى لها فتره رهيبه. طبعا هسيب الحاجات بتاعت زمان براند اللينك بتاعها تحت الفيديو عشان تجيب بقى حاجات لدقنك ولشعرك وتلبس التيشيرت دي فاهم. ولو عايز تعمل فورمه هتلاقي لينك الكوتشنج تحت ولو عايز نتكلم في مواضيع تخصك عشان حياتك تبقى احسن وننظم حياه بعض والكلام ده كله، عندك مشاكل عاطفيه بتاع، برضو الرقم الواتساب تحت الفيديو، يعني نظبط عشان هنا وهنا كلك على بعضك ان شاء الله تبقى مرتاح. الحاجه يعني هي بقول هي مهاره من اهم الحاجات اللي انا بشوف ان هي تخليك تحس ان انت عايش، ان انت يكون عندك معنى للحياه. حاول دايما تبقى مثقف وتسمع زي ما كنت بقولك في النقطه اللي فاتت، انت عندك فضول، وحاول تخلق لنفسك فلسفه مش بيض، يعني مش اللي هو تقعد تتفزلك او تتفلحس او تفهم تعمل فيها الفاهم، لا بالعكس كده ما بقتش فيلسوف. بس حاول فكرة ان يبقى عندك فلسفة بتتبني من تجاربك، قراياتك، معلوماتك اللي بتجمعها، فضولك، فبتبتدي تخليك تجمع نظريات عن نفسك وعن الحياة. مش بتسمع الحاجات وتطبقها وتبقى يعني تاخد حاجات زي حد وتنفذها زي ما هي وكده، لا اسمع، دور لنفسك على فلسفة، اتفلسف عادي، بس اهم حاجة اتفلسف بتواضع عشان ما تبقاش بيض. انا بقولك وبقول لنفسي اتفلسف وانت مراعي، يعني انت لو انت عايز تقول لحد وجهة نظرك اسمعه عشان تفهم هو وجهة نظره ايه، وخد رأيه في فلسفتك. مش بتاخد رأيه عشان يقولك رأيه في فلسفتك بس، قول له كده، شاركه فلسفتك، فانتوا الاتنين تتعلموا مع بعض من فلسفة بعض في الحياة. ده اللي انا بعمله مع اصحابي، انا بسمع منهم، بكلمهم عشان احس ان انا عايز اتعلم منهم حاجات، لان انا بشوفهم ان هم جامدين في حاجات. فلما بخش اتكلم معاهم في حاجه بقول له انا بص انا بحس كذا كذا كذا، انت ايه رايك؟ عايز اسمع رايك انت في النقطه دي او في الموضوع ده، التوبيك ده. ممكن يقول لي حاجه اقول له يا نهار اسود انا ما كنتش شايفها كده، ايه الجمال ده. وفكره المعنى كمان بتبان لو انت ليك بيربس، يعني عارف اللي هو بيقول عليه هدف في الحياه. هدف في الحياه دي هي الكلمه تبان كبيره، بس هدف في الحياه دي ممكن انا من وجهه نظري يعني مش ان انت تعمل حاجه وتنجح وتقول يا ابن اللعيبه انا عملتها. لما توصل للحته دي هتحس ان انا عايز يبقى ليا دور في الحياه. فمش شرط تكون نجحت او وصلت لحاجه، انت ممكن يبقى ليك دور في الحياه ان انت بتفرق في حياه حد في حاجه، بتعمل حاجه للدنيا للحياه لربنا، مش مستني مقابل. ازاي ممكن تعمل ده؟ اي حاجه تعرفها، اي حاجه تقراها، اي حاجه تتعلمها، شاركها مع حد، قولها لحد، شوف ان حد حواليك ممكن يكون محتاج حاجه، قول له لو محتاج اساعدك في حاجه قول لي ممكن اساعد فيها ازاي. حاول تخلي يبقى ليك دور في الدنيا، دور مفيد في الدنيا. مش شرط دايما اللي هو الدور بتاعك ان انت تنجح وتعمل فلوس، ده بيخلي الموضوع ضعيف، يعني بيخليك اللي هو فاهم مع الدنيا. لكن انت اركب دي. استغفر الله العظيم يا رب. رابع حاجه طبعا هقولها لك، يعني في فيديو انا عملته اسمه الذكاء العاطفي، بس الموضوع بتاع الذكاء العاطفي ان انت يكون عندك المهارة دي، ان انت بتعرف تشوف مشاعرك، تشوفها قبل ما تخليها تتصرف، ما تبقاش بتحركها. هي اسمها ايموشنز، عواطف بتخليك تاخد اكشن، حاجة بتحسها بتخليك تاخد اكشن، موشن، حركة، سلوك بسبب حاجة انت حاسسها. كان في دي حد اسمه يعني راجل محترم اسمه عبد الرحمن، قال لي ما تعمل ورشة او كده، محاضرة او حاجة عن الرجل العاطفي. لو دي حاجة ممكن تبقى بالنسبة لكم يعني حلوة ظريفة، قولوا لي في الكومنتس برضو عشان ممكن نعمل لها محاضرة كده مع بعض ونتكلم فيها مع بعض. ازاي ممكن لو انت في موقف، هقول لك دي هقولها لك انت ممكن تشوف الفيديو اللي قلت لك عليه بتاع الذكاء العاطفي، بس هقول لك في حاجة سريعة ازاي ممكن تعرف ان انت لما تتحط في موقف. يعني دايما في راجل كده مش فاكر كان كتاب اسمه ايه، قال لك بين الحاجة اللي اتقالت وبين الشخص اللي قدامك ان انت ترد عليه في مسافة، المسافة دي هي دي اللي بتفكر فيها انت هتقولي في الموقف ده. فانا ازاي في اوقات ممكن الموضوع يبقى ماشي بسرعة، انا مش ملاحق ان انا اتحكم في مشاعري خلاص او افكر فيها عشان اعرف ارد مظبوط، فدايما بسال سؤال ما بردش، يعني اقول له فهمت وجهه نظرك، ممكن تشرح لي الحته دي تاني، يعني انت قصدك ايه، انت ايه اللي خلاك تتضايق من الحته دي، او ايه اللي ضايقك في كده عشان مش واخد بالي. اسال سؤال عشان انت بينك وبين نفسك اللي هو تعمل عشان تهدى. لو شفت الشعور بتاعك اللي انت حسيته اللي هو ايه ده، انا ابتديت اتعصب، هتعرف ده من اقوى الحاجات في العالم ان انت تشوفها. لو شفتها انت عرفت المره الجايه تعرف تتحكم فيها لو ما عرفتش تتحكم فيها اول مره. اخر حاجه بص، انا يعني بشوفها ان هي ايه، حاجه حلوه في الحياه عامه،
ان انت تشوف الحياه بشكل لايت خفيف، ما تديهاش اكبر من حقها، ما تديش الظروف اكبر من حقها. انا عارف ان الموضوع ده مش سهل، بس اقسم لك بالله ان انا كنت بشوف ناس واشتغلت معاهم الاتنين عندهم نفس السن، والاتنين عندهم مسؤوليات اكبر بكتير. يعني اللي كان يعني عندهم مسؤوليات وظروف و اسمه ايه، اقساط وناس ومرتبها مش كبير خالص، بس بتشوف ده بيشوف الدنيا ازاي وبياخدها ازاي، وده بياخدها ازاي. والله العظيم ثلاثة، واحد تفتكر ان هو عنده 40 سنة وواحد تفتكر ان هو عنده 80 سنة. والله العظيم مش ببالغ. ازاي ممكن تاخد الحياة بشكل خفيف؟ زي ما كنا بنقول في الفيديو الاولاني، كل ما يظهر اي حاجة في حياتك كبيرة او صغيرة. يعني انا بعد ما اصور الفيديو اقول، بعد ما اخلص اقول الحمد لله يا رب ان انت اديتني كل الامكانيات دي ان انا اعرف اقعد واصور فيديو، ان انا عارف اصلا عندي نت اعرف اطلع الفيديو. شكرا. اللي هو في حاجات ما تاخدهاش كده على طياري. اي حاجه اللي هو ان انا عارف اقعد اصلا وعارف اتكلم وعندي ايدين، كل الحاجات دي حاجات رهيبه. فانت سهل قوي تفضل طول الوقت تشكر. الشكر والامتنان ده بيخليك فاهم، وربنا كمان بيقول لك اشكرني هزودك. فدي ده تريك اهو، اداك تيب، طريقه تعرف تاخد تشيت، اداك تشيت. وزي ما انا بشوف الناس كتير، الحته اللي بقول لك عليها بتاعت الضحك دي، الناس بتاخد الحاجات او يعني اي ظروف، مثلا البنزين زاد فتلاقي حد راح عامل هزاره، فالناس بتضحك قوي على الموضوع. يعني في ناس بتبقى في فرق بين ان انا بقول باخد الموضوع بشكل خفيف او اضحك عليه، وفي فرق بين ان انا اكون ساخر وقليل ادب ولساني طويل ومزعج. انت عايز تبقى انهي؟ يعني مش يعني انا هسيبك انت ترد على السؤال، مش عايز ان انا فاهم اقول لك تبقى انهي فيهم. بس اكيد ان انت تاخد الموضوع بشكل اللي هو تضحك على الموضوع وتتريق عليه والكلام ده كله بيبقى اسهل واحلى من ان انت تبقى قليل ادب وتتريق على حد بشخصه وتعمل فيديوهات رياكت والكلام القذر ده، ان انت تجيب حد وتقعد تتريق عليه كده عشان الناس كلها تضحك عليه وبس كده. شكرا يا جماعه ان اتفرجتوا، اتمنى الفيديو يكون لذيذ بالنسبه لكم، وان شاء الله تعيشوا 100 سنه وانتم مرتاحين ومبسوطين. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.